مساء الخير. يلا بينا نعمل حلو كده وجميل يرطب على قلوبنا في الصيف ده. محتاجين دايما حاجات خفيفة كده وجميلة وباردة ترطب علينا. طبعا احنا مش هنسيب الفراولة في حالها، الفراولة جميلة جدا وده الموسم بتاعها. هنحتاج دلوقتي 3 باكيتات من الجيلي. جيلي فراولة. ايوه، هضيفهم في وعاء كده بالشكل ده، وهضيف عليهم 3 كوبايات من المية السخنة. هو المفروض ان كل باكت بياخد كوبايتين ميه، لكن انا عايزاه يمسك بسرعه ويبقى متماسك معايا وحلو، لاني هحط له طبقه تانية. دلوقتي بعد ما حطيت 3 كوبايات من الميه السخنه، هدوب فيها بقى السكر بتاعي. هاخد لكل باكت معلقه سكر وهدوبهم كويس قوي مع بعض بالشكل ده. ايوه كده. وبعد كده هنزل عليهم بكوبايه ميه بارده ونقلبهم بقى كويس. معايا قطع من الفراولة انا مقطعاها صغير، ومعايا قطع كبيرة. هضيف في الكاسات القطع الصغيرة بالشكل ده، كل كاس هحط فيه حوالي معلقتين. ايوه كده بالشكل ده. وهضيف الباقي بقى في اطباق عادية. حلو سهل وبسيط وجميل ويتقدم لاي ضيف عندك. شكله شيك كمان وحلو قوي ومش مكلف على فكرة. دلوقتي بعد ما صبيت الكاسات نصها كده بالجيلي والفراولة والقطع اللي احنا مقطعينها، هكمل بقى واحط في البولات الصغيرة دي قطع برضو من الفراولة، وهضيف عليها الجيلي لحد نص البولة. ايوه كده. وهكمل اضافة الجيلي وهدخلهم بقى معايا التلاجة يسقعوا كويس قوي لمدة 4 ساعات. هما تقريبا يعني ساعتين وكانوا مسكوا، لاني انا مش مكترة المية. يلا بينا نعمل الطبقة التانية على ما هما يمسكوا. هنحتاج معانا كوبايتين من اللبن، هضيف عليهم 1.5 معلقة من الكاستر. ده كاستر دريم جميل جدا، انا بحب اجيبه. هدوبهم بقى كويس قوي وهديهم معلقه سكر واحده عشان انا مش عايزه السكر يبقى زياده. ما تنسوش ان احنا حاطين سكر في الجيلي، فانا ضفت هنا معلقه واحده. هندوبه بقى كويس جدا قبل ما نرفعه على النار ونتاكد انه داب معانا كويس. ودلوقتي الجيلي مسك معايا بعد حوالي 3 ساعات في التلاجة. ده الكاستر بتاعنا. هحطه في الكوبايه دي عشان اعرف اصبه. بص الجيلي تماسك معايا جدا، واضيف بقى عليه الطبقه التانية. ايوه كده.